إن كنت من عاشق الأفلام الغامضة التي تتلاعب بعقلك فأنت بحاجة لمشاهدة اقتراحاتنا بهذا الفيديو. نبدأ قائمتنا بفيلم Escape Room. قصة هذا الفيلم عن 6 أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض يجدون أنفسهم في ظروف خارجة عن سيطرتهم داخل غرفة غريبة، حيث أن ذكائهم فقط هو من سيبقيهم على قيد الحياة ويخرجهم من هذا المكان. Escape Game هو فيلم ألغاز وثريلر، وإن كنت قد استمتعت بسلسلة الأفلام Final Destination أو Saw فهذا الفيلم سيعجبك كثيرا. Surviving is a choice. I want to let me out of here now. That's why they chose us. And they all look. Fractured. القصة تدور حول رجل تختفي زوجته وابنته في المستشفى، مما دفعه للبحث يائسا لإثبات وجودهما في المقام الأول وأن يقنع الجميع بذلك، فربما هو مجرد جنون أو شيئا أكثر غموضا مما يبدو. الفيلم من إنتاجات نتفليكس الحصرية، ونجح في إحداث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة نهايته الملتوية التي تلحس المخ فعلا. I mean, he's a head case. Put down all your guns. What have you done to my family? Take my family. ستاي. يركز هذا الفيلم على محاولات طبيب نفسي منع أحد مرضاه هنري ليثم من الانتحار في غضون 3 أيام ما لم يتمكن سام عالم النفس من إنقاذه، ولكن بعد أول لقاء له مع الشاب المضطرب وجد هذا الأخير نفسه يفقد قبضته على الواقع، محاولا الكشف عن الأسرار المظلمة لنفسية هاري، وهذا ما سيجعلك أنت كمشاهد تخمن حتى النهاية الصادمة. ستاي أحد الأفلام المحيرة التي ستبقيك ملتصقا بالشاشة حتى النهاية. King of a Sacred Deer. يدور هذا العمل حول ستيفن، جراح قلب ناجح يعيش مع أسرته حياة رفيهة وسعيدة، ليدخل حياتهم يوما ما المراهق مارتن ذو 16 عاما، والذي توفي والده على طاولة العمليات تحت يد ستيفن منذ 1.5 سنة. وشعورا منه بالتعاطف أو ربما بالذنب، قام هذا الأخير بربط علاقة صداقة بالصبي، ويبدأ في مساعدته ماديا وقضاء الكثير من الوقت يتسكعان معا، ليقرر بعد فترة أن يقدم مارتن لأسرته. ما يلي من أحداث تقلب الفيلم رأسا على عقب، ليبدأ الغموض والتشويق يملأ أحداثه الرائعة، لذا لن أحرق عليكم الفيلم وأترككم تتابعونه بأنفسكم. It's the only thing I can think of as close to justice. Coherence. اجتمع 8 أصدقاء في ليلة لتناول العشاء أثناء مرور مذنب في السماء، فيبدأون في مناقشة التأثيرات التي تسببها مثل هذه الظواهر الفلكية، وكيف أن الناس يتوهون عن منازلهم ويجدون أنفسهم في منازل أخرى، أو يلتقون بأفراد من عائلاتهم غير الذين يعرفونهم إلى آخره. لكن فجأة ينقطع التيار الكهربائي وتحدث أشياء غريبة زادت في التوتر بين الأصدقاء، وسوف يقومون باكتشاف سيغير مسار حياتهم كليا. يعتبر فيلم كوهيرنس من أفضل أفلام الخيال العلمي والغموض التي أنتجت في السنوات الأخيرة، ويدور حول فكرة بسيطة لكن بأحداث جد معقدة تتحداك أنت كمشاهد لفهمها. When you say The Next 3 Days. يقدمون لنا هذا العمل مباشرة الشخصية الرئيسية البروفيسور جون، الذي يعيش حياة سعيدة مع زوجته لارا وطفلهما الوحيد لوك، إلى أن انقلبت الأمور رأسا على عقب حينما تم اتهام زوجته بقتل مديرتها بعد خلاف في العمل، وحكم عليها بالسجن المؤبد. بعد أن استنفد جون جميع الوسائل القانونية في تبرئتها ولم ينجح، وجد نفسه يتجه نحو فكرة مستحيلة وعليه تنفيذها خلال 3 أيام، لتبدأ الإثارة بتغطية أحداث هذا العمل
الرائع الذي سيرفع مستوى الأدرينالين لديك كمشاهد إلى أعلاه. Stop that train! What if you can't get out? And surrender, because they will shoot you on sight. فيلم سبليت. بطل هذا الفيلم الممثل الكبير جيمس ماكافوي، يستحق على هذا الدور الأوسكار بدون منازع. لعب جيمس في هذا العمل دور كيفن، رجل لديه أكثر من 20 شخصية مختلفة في داخله، يقوم يوما ما بخطف 3 فتيات مراهقات ويحجزهن كأسرى، وبعد فترة من الزمن تبدأ شخصيته الأخيرة المسماة بالوحش في التحرر من أجل السيطرة والاستحواذ على بقية الشخصيات التي تتصارع بدورها حول مصير الفتيات الثلاثة. فيلم سبليت يعتبر من أروع أفلام الغموض والثريلر، والمشهد الأخير حير الكثيرين مما شاهدوا الفيلم وخرجوا من قاعات العرض دون استيعابه، فهل ستستطيع فهمه؟ اكتب لي ذلك أسفل الفيديو بعد مشاهدته. The beast is real. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. مستر نوبادي، فيلم لم يلقى الشهرة التي يستحقها ولا يعرفه الكثير. عند مشاهدته يجب عليك التمسك به، ولكن بمجرد دخولك في أحداثه ستجده حقا مبتكرا وآسرا. سنتابع بهذا العمل رجلا عجوزا يخبرنا بحياته دون أن نعرف حقا أيهما هو الحقيقي، حيث أننا ننتقل من شيخوخته إلى طفولته وخلال فترة مراهقته، ثم يقص علينا حياته من خلال 3 قصص مختلفة وفقا للاختيارات التي يتخذها. أنا شخصيا استمتعت به وأحببت بشكل خاص مقدمة الفيلم الذي نجح المخرج في إذهال المشاهد بها في وقت قصير. في المرتبة الأولى فيلم ذا برستيج. القصة تدور في نهاية القرن ال19 في مدينة لندن حول روبرت وألفريد، 2 من السحرة الموهوبين جمعتهم الصداقة والمنافسة الشرسة، إلى أن تموت زوجة روبرت في خدعة سحرية لم تتم بنجاح، ويتهم هذا الأخير ألفريد بالمسؤولية في ذلك. فيلم ذا برستيج متعة سينمائية وخدعة سحرية مذهلة يؤديها ببراعة أحد أعظم السحرة في عصرنا، وهو المخرج كريستوفر نولان. كما يلعب بطولة هذا العمل الرائع ثلة من نجوم هوليوود على غرار هيو جاكمان، كريستيان بيل، مايكل كين وسكارليت جونسون. وللاستمتاع بمزيد من الأفلام الرائعة والمثيرة شاهد في هذا الفيديو 10 أفلام رائعة ترفع الأدرينالين، واستمتع بالقائمة الآن. أي هذه الأفلام ال10 ستشاهد أولا؟ اكتب لي ذلك أسفل الفيديو. كما أود أن أشكر كل من وصل إلى هذه اللحظة، فهذا يدعمنا كثيرا على اليوتيوب، لذا شكرا لك.